تعال خدكم جولة جديدة في القاهرة. يلا بينا. جولتي النهاردة في مركز الطفل للحضارة والإبداع، على بعد خطوات من محطة مترو هارون. تذكرة الدخول للفرد ب40 جنيه، للطفل تحت 4 سنين ببلاش. وهتاخد أولادك جولة في المركز بداية من هضبة الحبشة، وهتلاقي مجسمات لحيوانات كتير زي فرس النهر والأسد والغزال والزرافة والفيل والتمساح. وبعدها تاخد أولادك جولة في الريف المصري، وهيستكشفوا حاجات كتيرة فيها زي الفرن البلدي والزير والبيوت البسيطة الروعة اللي موجودة فيها، والفلاح اللي واقف قدام بيته، والبيوت اللي بيتربى فيها الطيور والحمام. وأولادك بعدها ينتقلوا من الحياة الريفية للحياة البدوية، وهيلاقوا فيها خيمة وبير ومجسم لثعلب وجمل، وهيلاقوا فيها نباتات وأشجار صحراوية. وطول ما انت ماشي هتلاقي مقاعد في كل مكان وسط الأشجار والنباتات الجميلة جدا دي. والحديقة مليانة أنشطة تعليمية تعجبهم، وهيشوفوا من خلالها بيئات متنوعة على ضفاف النيل، بداية من منبع وصولا لمصر، واللي هتاخدوا الطفل بمجسم لنهر النيل بطول الحديقة كلها. والجميل بقى إن داخل الحديقة هتلاقي لوحات تعليمية أشبه بكتاب مفتوح، الطفل هيعرف منها معلومات وقصص متنوعة. وكمان هيلاقوا مدرج أشبه بالمدرج الروماني اللي موجود في الإسكندرية. وهتلاقي كمان في الحديقة منطقة مخصصة لورش الأطفال، وفيها هيتعلموا مهارات مختلفة زي التلوين على الجبس والرسم. ولو حابب تعمل سيشن لعرسان، هسيب لك تفاصيل الحجز في صندوق الوصف بتاع الفيديو عندي. وهتلاقي مكان اسمه بيت الفراشات، وليه ممر وسط أشجار ونباتات جميلة جدا جدا جدا، وتاخد فيها أحلى صور ليك أنت وأسرتك. وبعد الجولة الممتعة دي، الطفل هيلاقي منطقة الكيدز اريا، وهتسيبهم يستكشفوا ويلعبوا ويطلعوا كل طاقتهم. والحديقة فيها كافيتيريا موجودة في منطقة الكيدز اريا، فيها جميع أنواع المشروبات، ممكن تشرب أي حاجة وتستمتع وأنت بتتفرج على أولادك وهم بيلعبوا. ومسموح دخول الحديقة بالأكل والشرب. وبعد الجولة الجميلة دي ممكن تفرش وتقعد على الأرض أنت وأسرتك، وتاكلوا وتنبسطوا وسط المسطحات الخضراء الجميلة دي، أو تقعدوا على الدكة اللي هتلاقيها موجودة في كل مكان في الحديقة. وهنا تنتهي جولتي النهاردة في مركز الطفل للحضارة والإبداع. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت والسبسكرايب عندي في القناة عشان أستمر إن شاء الله. سلام.